السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم محبوبة الجماهير غريبة السميدة والكوك. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وبجميع الأسرار إن شاء الله. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا 300 غرام ديال الكوك، ضروري يكون ديك الكوك الميدم، غير تبغيو تاخدوه غادي دوزوه بين 7 نكوب. إلا كان كيطلق ليدان صافي خدوه. في هذه المرحلة غادي نزيد 200 غرام ديال السميده تكون رقيقه، الخاصه بالحرشه اللي كنستعملوها في الحرشه هي اللي غادي ندير ان شاء الله. صافي، وغادي نخلط جميع المكونات مع كيس ديال خميره الحلوى، يكون الفئه 8 غرام هاد الكيس اللي استعملت. وغادي نزيد 250 غرام ديال السكر كلاصي، ضروري تغبلوه الا كان فيه شي حبيبات ولا شي حاجه باش ما يبقالكمش التكتلات ديال السكر كلاصي. غادي نخلط جميع المكونات مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. ضروري ندخل المكونات مع بعضهم كما كتلاحظوا. غادي نزيد واحد رشيشه ديال الملحه باش تصحيح ديال الذوق، وكطلع لنا المذاق ديال غريبه. عندي هنا كاس ديال الزيت بين الزبده والزيت، نص كاس ديال العنبه بين الزيت والزبده. غادي نبسس الخليط ديالي مزيان كما كتلاحظوا. ثلاث ملاعق كبار ديال مربى المشمش الخاص بالحلويات باش كيعطينا ديك التعليكه في غريبه وكتبقى لنا مده طويله. ومعلقه صغيره ديال لاغومه الحامض او ديال التشين اللي متوفر عندكم. الا ما عندكمش ديروا غير الساشي ديال الفاني. اخر حاجه غادي نزيدها هي 3 ديال البيضات باش نخدم الخليط ديالي مزيان. صافي البنات، من بعد ما ارتاح الخليط ديالي دابا ان شاء الله غادي نبقى نشكلها معاكم. بالنسبه للحجم نتوما اللي كتحكموا فيه. صافي، انا غادي نكور غريبه ديالي اللي كورتها غادي نحطها في سكر كلاصي. ضروري يكون سكر كلاصي سبيسيال باش ما تطلق لكمش الماء في الفران فاش تكونوا كطيبوها. صافي البنات، من بعد ما كملت التشكيل ديال الغريبه واستفتها في اللاطه، دابا ان شاء الله غادي نضغط عليها بالصبع ديالي باش نساعدها باش تشقق مزيان في الفران. والفران راني سخنته من قبل. ان شاء الله غادي نخليها طيب مده 10 ديال الدقائق ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما طيب. من بعد ما طابت ليا غريبه كما كتشوفوا صراحه كتجي زوينه وكتجي معلكه من داخل وكتصبر معنا مده طويله. ديك الزبده اللي استعملت وديك الكونفيتور ديال المشماش كيعطيها واحد الرطوبه اللي كيخليها كتصبر مده طويله. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد القناه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.